بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها. مات رجل في 70 من عمره منذ فترة ماضية، سألونا نصلي عليه أم لا نصلي؟ قلت ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا ما سجد لله سجدة من قبل. مات أحد الشباب في مقتبل العمر، فلما غسلوه وبدأوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد. خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل، فإذا بالأب في خارج المغتسل يدخن. قالوا من الميت؟ ميتكم؟ قال نعم. قالوا ما خبر هذا؟ قال الأب لم يكن من المصلين. قلنا خذوه أنتم غسلوه وأنتم كفنوه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. والعكس بالعكس، مات أحد الأخيار في مقتبل العمر، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مسابق للصفوف الأولى، ما تخلف عن الفجر يوما يدعو ويعظ بالموعظة والذكرى الحسنة. فلما مات يقول أحد مشايخنا أنا الذي غسلته وكفنته. فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا بإعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه. قلت لصاحبي تشم؟ قال فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فلما كفناه وذهبنا به إلى المقبرة يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره. تخيل المنظر، الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت. يقول والله الذي لا إله إلا هو فلما أنزلوه أخذ من بين أيدينا، حمل من بين أيدينا والله ما حملناه، ثم وسد في التراب والله ما وسدناه، ثم وجه إلى القبلة والله ما وجهناه. كشفت عن وجهه إذا هو يضحك، كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك. يقول الشيخ والله لولا أني أنا الذي غسلته وكفنته ما كنت أظن أنه قد مات، ما كنت أظن أنه قد مات. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. اتقوا الله، ومن تقواه المحافظة على أوامره. تريد ضمان لخاتمة حسنة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. مروا أبناءكم بالصلاة ل7، اضربوهم عليها ل10. اصنعوا لنا أبطال، اصنعوا لنا رجال، اصنعوا لنا أمهات عابدات. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم علمه أولو الصلاح. من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. هل سنراك بعد هذا الكلام تسابق المصلين إلى الصفوف الأولى أم ستستمر في التخلف مع المتخلفين؟ وقد أعذر من أنذر. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. تم هذا العمل في استوديو صدى الإعلام.